جوري وعدنان بن مراد. عدد ضئيل من المتفرجين كبار امس الملعب التونسي ضد نادي اتحاد جوري السنغالي في نطاق مباراة الذهاب من الدور الثمن النهائي لكأس افريقيا للأندية الفائزة بالكأس. الملعب التونسي استرجع خلال هذه المباراة صانع العاب المنذر المساكني، والجميع كانوا في انتظار الوجه اللي باش يظهر به الملعب التونسي بعد سلسلة النتائج السلبية. لكن إذا أردنا تقييم موضوعي لمردود زملاء المساكني أمس فلا بد من الاعتراف أن فريق اتحاد جوري المنتمي للقسم الثاني السنغالي فريق متواضع الإمكانيات، وانطلاقا من الفارق الكبير في موازين القوى كانت الفرص كثيرة للغاية من جهة الملعب التونسي، وكان الإهدار الواضح. شاهدوا ضغط الملعب التونسي خاصة كان من الجهة اليمنى، و90% من العمليات كانت على الجهة اليمنى اللي فيها المهذبي والمساكني. هنا فتحي جلاسي يخطئ، والإهدار كان بالخصوص من جهة عمر الهمامي. هنا ما فماش تسلل، وجبارة يخفق صفة غريبة. تمريرات كانت جلها من أقدام المساكني وهدية من المدافع، والهمامي يهدي الكرة للحارس. مراوغة ممتازة من المساكني، ومرة أخرى على العارف. نادي جوري حاول كذلك لكن بدون نتيجة. وعلى عكس الشوط الأول فالملعب التونسي في الشوط الثاني كانت هجوماته أكثر توازن، باعتبار أن المساكني أصبح يميل أكثر للجهة اليسرى، وبدأت الثغرات تظهر أكثر في دفاع جوري باعتمادهم على طريقة التسلل العشوائية. هنا مرة أخرى الهمامي يخفق في الكرات السهلة، والهمامي اللي يخفق في الكرات السهلة يسجل هدف أصعب من الفرص اللي أتيحت له. الهمامي يسبق الحارس أسينو ويسجل. ثم الملعب التونسي أصبح يلعب بأكثر راحة. شاهدوا انطلاق العملية ما ثماش تسلل، المهذبي ما ثماش تسلل في البداية لكنه يعطي الكرة. زاد كذلك انطلاق العملية نشوفوا المهذبي سابق عمر الهمامي، ومراقب الخط يخطئ هنا ويحرم الملعب التونسي من هدف، والحكم كوثا يرفض الهدف. ثم تتواصل الفرص عديدة للملعب التونسي، ودفاع جوري ما تمكنش، كان مرتبك، والكرات ممتازة كانت من أقدام المساكني والجويني نحو الهمامي والجلاسي والكنزاري، والحارس سيمو كان في الموعد. هنا انطلاق الهدف الثاني. شاهدوا مفماش حتى تسلل بصفة قطعية. الهمامي يهدي الكرة للكنزاري اللي سجل الهدف الثاني. دقيقة 28 الملعب التونسي متفوق هدفين مقابل 0. المساكني بعد سلسلة مراوغات كل سهولة تقع عرقلته، والحكم كوسي يعلن عن ضربة جزاء والمساكني يخفق في تنفيذها. فرص أخرى للملعب التونسي لكن بدون جدوى، ونادي جوري في الدقائق الأخيرة طالب ضربة جزاء. هنا اللمسة واضحة لكن لن تتغير النتيجة، وينتصر الملعب التونسي بهدفين مقابل 0. نتيجة مرضية قبل مباراة الإياب، ونتيجة عندها انعكاس إيجابي على بقية مشوار البطولة. بالضبط عدنان، ومباراة الإياب باش تكون يوم 30 من هذا الشهر بدكار عاصمة السنغال. معنا في الاستوديو زوج لاعبين من الملعب التونسي موجودين معنا، نرحبوا بهم. أمامكم فوزي بن فرحات وعثمان جويني. طبعا السؤال الأول، بعد ما لعبتوا المباراة هذه وأكيد أن المتفرجين اللي تحولوا للملعب واللي شاهدوا اللقطات الآن في الأحد الرياضي يشوفوا فوزي كونه العديد من الأهداف قاعدة تهدر بالنسبة للملعب التونسي بصفة غريبة. بطبيعة الحال عندنا معناتها مور دو كونسونتراسيون في قدام الجول، ما عندناش شكل هداف قار كما بالنسبة للإسبيرونس عندها ماليتولي. فهمت، نحن عندنا معناتها دي زاتاكون. عمر الهمامي معناتها بصفته كلاعب من أول مشوار وكان يلعب إلي دروا، ما يلعبش افون سونتر. فهمت،
وعندنا الرحموني قدام. ما عندناش اون سونتر دو بوينتك اللي معناتها يسجل الاهداف، معناتها اللي يخدمونه من تالي ويجي يسجل الاهداف. هذا شيء معناتها من اول موسم قاعدين معناتها نضيعوا في الفرص. ومباراة الإياب نهار 30 في دكار كليش توا نتيجة هدفين مقابل 0 نتيجة طيبة في حد ذاتها. ما نساوش ان الفريق هذا فريق اتحاد جوري ينتمي للقسم الثاني في السنغال، مش معناه نقصوا في قيمة الفريق باش نسهلوا المأمورية الملعب التونسي، لا، مباراة الإياب باش تكون كذلك صعبة. نقولوا هذا لأن ثم ظروف والأجواء بتاع كرة القدم الأفريقية معناها معروفة. كيفاش تشوف مباراة الإياب؟ والله مباراة الإياب أنت